أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام الفيديو الدعائي الأول للفيلم، والذي تظهر من خلاله أجواء الرومانسية التي تسيطر على الفيلم. الفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، ومن تأليف وائل حمدي، ومن إخراج كريم شعبان. وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية. تجمع الصدفة بينهما مجددا، وقد اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟ وفي سياق آخر، يعمل أحمد مالك على تحضير لمسلسل جديد بعنوان ولعة ومفتاح، يجمعه بالفنان طه دسوقي، للعرض في شهر رمضان المقبل لعام 2025. والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادي عبد السلامة، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية. وقرر القائمون على مسلسل النجمان الصاعدان أحمد مالك وطه دسوقي تغيير اسم العمل ليصبح ولع ومفتاح بدلاً من ولاد الشمس. طفلين تربيا في دار أيتام، وتربطهما علاقة صداقة قوية، ولا يجدان سوى النشل والسرقة لتكون مهنتهما. وبعد خروجهما من دار الأيتام يتعرضان لمواقف تغير مسار حياتهما. ويشارك في بطولة المسلسل الفنان محمود حميدة، ليتعاون مع الفنانين أحمد مالك وطه دسوقي. وتشارك في البطولة الفنانة شلا هشام.